ركزوا دلوقتي احنا عندنا اهو الفرد التقليدي وعندنا الفرد المعاصر. الفرد التقليدي ليه صورة والفرد المعاصر ليه صورة. ازاي؟ خش عليا بالترجمة. بص يا معلم، الفرد التقليدي والفرد المعاصر. بص يا حبيبي، الفرد التقليدي مصدره الملاحظة. يعني ايه مصدره الملاحظة؟ يعني الملاحظة هي اللي بتيجي الأول. حلو كده؟ حلو كده. تاني حاجة، الفرد التقليدي هو فرد حسي مرئي ملحوظ ملموس مباشر واقعي. يعني ايه واقعي؟ بقدر اتحقق منه، يمكن التحقق منه بصورة مباشرة. ازاي من عينيا؟ بص يا حبيب قلبي، بص يا روح قلب الميس. دلوقتي يا سيدي بيقولك ان الفرد التقليدي بيجي منين؟ من الملاحظة. يعني الملاحظة بتيجي قبل الفرد، يبقى الملاحظة رقم 1، الفرد رقم 2. جميل. انا دلوقتي زي ما قلت لك لقيت تفاحة وقعت فوقيا، يبقى التفاحة دي ايه؟ ملاحظة. فانا بدأت افكر ده الفرد، لان الفرد حسي مرئي ملحوظ مباشر واقعي. انا بطني وجعتني فرحت للدكتور، يبقى انا رحت للدكتور بسبب ايه؟ هو السبب بطني وجعاني. يبقى انا عندي الفرد هنا هو فرد بيجي بسبب. تمام؟ طيب، فهو فرد حسي مرئي ملحوظ ملموس مباشر واقعي، يمكن التحقق منه بصورة ايه؟ بصورة مباشرة. يعني ايه يمكن التحقق منه بصورة مباشرة؟ والله انا اروح للدكتور هيعمل لي اشعة على بطني هيشوف فيا ايه. ده الفرد التقليدي. لكن الفرد المعاصر لا. بص كده، الفرد المعاصر خليك معايا. اول حاجة، الفرد المعاصر هو الخطوة الأولية ويسبق الملاحظة والتجربة. يبقى احنا عندنا هنا، ركز يا ولد، لو الملاحظة جت وبعدين الفرد، رقم 1 ملاحظة، رقم 2 فرد. لكن احنا هنا عندنا الزتونة اللي بشتغل عليها هي مين؟ هو الفرد. الفرد يأتي أولاً. طب الفرد اللي بيجي، انا دلوقتي جه في بالي ان انا اروح للدكتور، ليه؟ عايزه اطمن على نفسي. ايه السبب؟ لا، من غير سبب، لوحدي. طيب، خليك عارف ان الفرد اهو، الفرد المعاصر رقم 1 هو فرد. اول حاجه فرد معنوي صوري عقلي مجرد. هنا الفرد معنوي صوري عقلي مجرد، يعني ايه؟ غير مرئي. يبقى انا الفرد هنا ما بقدرش اشوفه لانه فرد غير مرئي. يعني ايه فرد غير مرئي؟ هو مجرد فكرة بتخيلها وخلاص. يبقى انا عندي هنا الفرد اهو معنوي صوري عقلي مجرد غير مرئي. زي ما انا مثلا بفكر في الذرة، في الالكترونات، دي كلها حاجات انا ما اقدرش اشوفها. الافكار اللي انا بفكر فيها في الفلسفة، انا بفكر في الحرية، بفكر في العدالة، بهتم بالحكمة، كل دي حاجات يا حبيبي غير مباشرة، انا ما اقدرش اشوفها. انا ما اقدرش اشوف ذكائك، انا بستدل عليه. يعني ايه؟ حضرتك شفت صورة لمدرس وقعد يقول لك ده تنين المادة الفلانية، ده شبح المادة،
ده تحفة التحفة. رحت حضرت، ايه يا عم ده انا ما فهمتش حاجة، خسارة الحصة اللي دفعتها. يبقى انا هنا عندي الفرض هو فكرة بتأكد منها ان النتائج المترتبة، والنتائج دي بتكون غير مباشرة. يعني انا ما اقدرش ابص في عينيك واعرف انت شاطر ولا لا، من درجتك هعرف، يبقى ده شكل غير مباشر. ده الفرض المعاصر. يبقى الفرض التقليدي انا بقدر اشوفه بشكل واضح وصريح، لكن الفرض المعاصر لا، انا بستدل عليه من النتيجة المترتبة. طيب